السلام عليكم، رجعنا لكم بحلقة جديدة نتكلم بها اليوم عن آخر الأخبار اللي تخص منتخبنا العراقي. بالبداية وياكم كرار، وطبعا عزيزي المشاهد كالعادة قبل لا نبلش بالفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتسوون لايك وضيف لكم كل حساباتي بالوصف. وكذلك إذا تريد متابعين حقيقيين أو متابعين غير حقيقيين لجميع المنصات، كل اللي عليك تتواصل وياي على الحسابات اللي ظاهرة أمامكم وبالأخص بالإنستغرام، وراح أرد على الجميع. والآن تعال نبلش بالحلقة مالتنا اللي يتكلموا بيها عن اللاعب محمد قاسم، وعن هواي أمور راح نتحدث بيها بالتفاصيل. يلا تعالوا نبلش بالفيديو. بداية عزيزي المشاهد، المحلل الفني الكابتن خلف كريم يصرح كلام صادم لجميع الجماهير العراقية. يصرح ويقول مدرب المنتخب العراقي الكابتن خيسوس كاساس لم يستدع اللاعب محمد قاسم لقائمة المنتخب العراق كونه لا يدافع عند فقدان الكرة. وهذا الكلام منطقي الكل يعرف، ولكن يا كاساس تقدر تستفاد من اللاعب محمد قاسم بطرق ثانية، تقدر تلعبه كبديل كلاعب. يعني تعرفون والكل شاهد مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي، المباراة الأولى اللي لعبنا بها في الكويت كنا مفتقدين اللاعب اللي يسدد الكرات من بعيد. والله يا محمد قاسم كنت انت اللاعب الافضل في هذه المباراة، ولكن المدرب كاساس له قرار ثاني. وهسه يلا تعالوا نتكلم عن الخبر او التصريح اللي بعده. والآن تعالوا نسمع تصريح وكلام الكابتن جاسم قلام. جاسم قلام يصرح ويقول لم يتم إبعادي من نادي القوة الجوية، لكن أنا من طلب ترك الإشراف لسحب الضغط من الإدارة. وكذلك يقول تركت الإشراف لإنجاح الفريق بعد الهجمة التي تعرضت لها على الفيسبوك والمواقع في التواصل الاجتماعي. وكذلك يقول إدارة القوة الجوية ليس لها أو ليس لديها سلطة قوية داخل النادي. وكذلك يقول عتبي على أبناء النادي يتكلمون على النادي من أجل المصالح الشخصية وليس لمصلحة العامة. والله العظيم يعني تصريح وكلام صادم من الكابتن غلام جاسم. وكذلك يقول حاليا أنا مستشار في نادي القوة الجوية، ولكن لا أعلم بأي تخصص أنا مستشار. هكذا كان تصريح وكلام الكابتن جاسم غلام. والآن تعالوا نتكلم عن الخبر أو التصريح اللي بعده. والآن تعالوا نشوف نادي الكويت عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي أو كرة الكويت، هذا البيج اللي معروف ومنتشر في الكويت، يصرح كلام صادم لجميع الجماهير العراقية وحتى الجماهير الكويتية. يقول لاعبين المنتخب العراق فجأة صاروا متألقين مع أنديتهم قبل مباراة الأزرق بأسبوع. وكذلك يقول واحد يسجل والثاني يصنع والثالث يسوي مروحة. والله العظيم يعني تصريح صادم وتصريح غريب للمنتخب العراقي وللجماهير العراقية. هسه تعالوا نتكلم عن الخبر أو التصريح اللي بعده. وبهذا الخبر عزيزي المشاهد، إدارة نادي الشرطة تعلن عن تسمية المصري مؤمن سليمان مدربا جديدا للقيثارة الخضراء خلفا لمواطنه محمد عبد العظيم. هذا الخبر وبشكل رسمي. والله العظيم من أجمل الأخبار اللي سمعناهم واللي تخص القيثارة. ألف ألف مبروك للقيثارة إنه كسبتوا مدرب نفس المدرب مؤمن سليمان. الكل يعرف ماذا قدم هذا المدرب. وأتوقع عزيزي المشاهد إلى هنا راح نختم الفيديو مال اليوم. أتمنى إنه نال إعجابكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتسوون لايك. ونفس ما قلت لكم بداية الفيديو، إذا كنت تريد متابعين حقيقيين أو متابعين غير حقيقيين، كل اللي عليك
تراسلني على الانستغرام اللي ظاهر امامكم ولجميع المنصات.